السلام عليكم يا اخوان، كيف حالكم؟ طبعا انا ملاحظ استخدام خاطئ كثير من الناس، وكثير من المتابعين لقيت له صور للريموت اللي عندك يصوره لي بهالشكل 16. يا عزيزي انت فاهم غلط موضوع التبريد وموضوع المكيف، وهذا طبعا خطأ ايضا من الشركات. اذا جت تركب المكيف يحط لك 16 عشان يقول لك شوف انه بارد مرة وان المكيف يعني توب. لا يا حبيبي، الموضوع مو بكذا. انت لما تخليه 16 راح تضر المكيف نفسه، لانه ما راح يطفي عندك الكمبرسر. مستحيل في الصيف ان درجة حرارة الغرفة راح توصل 16. هذا شيء انساه، مستحيل توصل الدرجة هذه، ولا حتى 18. بعضهم يحطه 18 يكون الحد عنده 18. طبعا انا اتكلم عن بشكل عام عن كل الريموتات، ما اتكلم عن هذا الريموت بس او المكيف جراي مثلا، لا انا اتكلم عن اغلب الريموتات. ممتاز، لا تحطه 16 18 رجاء. انت تخلي الكمبرسر ما يطفي، يزيد الضغط والجهد على المكيف، ما ياخذ المكيف سنة الا خلاص انت استهلكته بشكل مو طبيعي، دمرت المكيف. فرجاء الموضوع جدا بسيط. اول شيء تسويه انك تشتري المكيف على حسب المساحة اللي عندك. لا تجي تشتري لي مكيف 18 وحدة وتحطه لي على غرفة 4 في 6 ولا 5 في 6. كيف حالك يا عم؟ ما تجي يعني عسى ما شر. مستحيل انت تجيب لي 18 وحدة على غرفة بهالحجم، ولا تحطه لي في صالة مفتوحة وتبيه يبرد بعد. تقول لي ليه مو بارد؟ طبعا ما راح يكون بارد. فتشوفه ضاربة 16 اول شهر، مساحة الغرفة 5 في 6 وحاط لك مكيف 18 وحدة وحطه 16، ويشوف انه بارد في البداية، لكن يمر شهر شهرين 3 4 شهور يبدأ خلاص المكيف يتعب تعب خاص. المكيف ما يقدر انه يغطي المساحة، اساسا هو مو للمساحة هذه. اخذ مكيف على حسب مساحتك. 18 وحدة الغرفة 4 في 4 كويس عليها. 4 في 5 اذا ما تضربها الشمس، طبعا 4 في 5 كويس. 24 وحدة الغرفة 4 في 5 كويس. 5 في 6 او 4 في 6 لا يا حبيبي، تتكلم انت على 30. خلاص اقل من 30 ما ينفع. 30 وانت رايح. 5 في 6 7 في 6 30 36 بعد 7 في 6 عشان يغطي مساحة. فلا تجي تحط لي مكيف صغيرة في مساحة كبيرة ولا في مساحة مفتوحة. المساحات المفتوحة طبعا مثل الصالات وكذا لا تحط أعلى شيء ممكن تشوفه قدامك. أما أنك تحط لك 18 ولا 24 لا، ما يصلح. حط أعلى شيء. بعدها لازم تخلي المكيف إذا كان مناسب لمساحة الغرفة تخليه 24 مثل ما انت شايف، أو 25. هذا ترى التبريد المناسب على فكرة، علشان الكمبرسر يقدر يفصل ويشتغل ويبرد وهو مرتاح، ما يصير عليه ضغط، ما يصير عليه جهد، يطول عمر المكيف. يعني لما تخليه مثلا، لنفترض انك انت مثلا غرفتك 4 في 5 حطيت له 24 وحدة، 24 ما تقدر تنام من البرودة، لأنه بيبرد المكان وبيريح وبيبرد المكان وبيريح، وبتشوف المكان بارد وانت مرتاح. حتى 23 تقدر تحطه وكذلك بيزيد لك البرودة شوي. فحاول دائما تاخذ المكيف الحجم المناسب في المساحة المناسبة. ما عليك من المحلات إذا جاي يسوق لك بشكل يعني خاطئ. ترى كثير من المحلات تسوق لك المكيف بشكل خاطئ. يا أخي اسأل، ما عندك مشكلة. تبي تشتري مكيف ما انت بعارف شوش المكيف اللي يناسب الغرفة اللي عندك، او مثلا الصالة اللي عندك، او المطبخ اللي عندك. اسأل، في ناس كثير ترى في التيك توك في اليوتيوب يفهمون يعني في الامور، خبيرين فيها، وبيعطيك المكيف اللي يناسبك. بيقول لك المكيف
مثلا الحجم الفلاني ممتاز للمساحة اللي عندك، وش ترشح لي؟ ارشح لك كذا وكذا وكذا وكذا. طبعا انا بالنسبة لي لو انا برشح مكيف زين، انا ارشح الميديا. غير الميديا انا الا يعني كذا مكيف بعده اوكي. الميديا هو رقم واحد طبعا، الميديا رقم واحد. اي مكيف مسجل عالميا بيكون كويس، اي مكيف مسجل محليا لا تشتريه. المحلي لا تشتريه، لا تشتريه ولا تقرب منه. هذه نصيحة لكل شخص يبي يشتري مكيف، لا تقرب من المحلي. أسوأ قرار ممكن تتخذه لما تشتري مكيف محلي. أنا طبعا عن وجهة نظري وتجربة، ولا نبذاكر الأسماء، وأنتم عارفين بعض الأسماء يعني، خاصة الأسماء اللي انشهرت مؤخرا يعني وصار عليها شراء وإقبال. أنا أقول لكم معوضين خير إن شاء الله. طبعا جري يعتبر شركة كويسة، أنا ما أقول لكم إنها توب، لكنها تعتبر من الشركات الممتازة كويسة يعني، بقول لك كويسة. تابي شيء ممتاز الميديا، وطبعا الميديا يجي مواصفات طبعا وفئات، فلا تفكر ان كل ميديا يعني مواصفات عالية، لا، في فئات من الميديا لها فئات ولها كذا، انت تشوف الافضل لك واللي يناسبك وخذه. عندك مثلا اللي هو الاي يو اكس كويس، عندك مثلا الفوجي كويس، عندك التي سي ال كويس، في مكيفات ممتازة، الفريجو ممتاز، الفالكون ممتاز برضو يعتبر كويس، في مكيفات ممتازة يعني تكون اساسا تصنيعها هي، في مكيفات اسم لكن ما هي بالشركة نفسها، تصنيع مثلا شركة ثانية. عندك الهاير ممتاز، طبعا الهاير الاصلي من الوكيل نفسه في السعودية، تاخذ الهاير من الوكيل نفسه في السعودية، انا اقول لك خذ وانت مطمن، الهاير ممتاز، بس اخذ لك مواصفات كويسة واخذ لك على المساحة اللي عندك. وانا طبعا ارشح الهاير والميديا، انا اعتقد انهم يعني من مكيفات التوب، فالخيار يرجع لك طبعا. واتمنى اني قدرت افيدكم، ويعطيكم الف عافية.